السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معانا فيديو جديد النهارده عايزين نتكلم على شوية أخبار معانا قبل ما نتكلم على أي حاجة من صلاة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتهدى لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. أول موضوع معانا هو تأكد نسبة غياب أحمد نبيل كوكا بنسبة 100%، تأكد غيابه عن مباراة بالميراس القادمة، وخوسيه بيرو يعاني في الموضوع دوّة، خوسيه بيرو محتار جدًا، مش عارف يبدأ بمين مكان أحمد نبيل كوكا، كان معتمد بشكل كبير على أحمد نبيل كوكا، طبعًا إحنا ما كناش مقتنعين بيه بس هو مش عارف مقتنع بيه ليه. فهو محتار حاليًا بين كريم الدبيس مصطفى العِش، وعندك يحيى عطية الله. يحيى عطية الله أنا ممكن أستبعده تمام، عشان اللاعب ما بيشاركش بقى له فترة جامدة ما بيشاركش مع النادي الأهلي، ما عندوش حساسية المباريات والكلام ده كلّه، واللاعب ما بيشاركش، فأنا من وجهة نظري أستبعد يحيى عطية الله إن هو يبدأ بيه، فيبقى عندك مين، كريم الدبيس أو مصطفى العِش. أنا على ما أعتقد هيبدأ بمصطفى العِش. عشان هو اللاعب عليه واجبات دفاعية أحسن من كريم الدبيس في الواجبات الدفاعية، فأعتقد إن هو يبدأ بمصطفى العِش في مباراة بالميراس بكرة إن شاء الله، تمام. النهارده معانا مباريات مهمة أوي النهارده، عندك مباراة الوداد ومانشستر سيتي الساعة 19:00 تمام، وعندك مباراة الهلال والريال مدريد الساعة 10:00 وعندك مباراة باتشوكا وسالزبورج الساعة 13:00 فجرًا، والساعة 13:00 بعد الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وعندك مباراة العين واليوفنتوس الساعة 4:00 تمام. بالنسبة لمباراة الوداد ومانشستر سيتي أنا أتوقع فوز مانشستر سيتي طبعًا، هو الفريق ال الأقوى طبعًا، وفرق إمكانيات فرق كبير جدًا يعني. مباراة الهلال وريال مدريد أتوقع فوز ريال مدريد طبعًا إن لم يحدث مفاجأة تمام. مباراة باتشوكا سالزبورج أتوقع فوز سالزبورج على باتشوكا. مباراة العين واليوفي أتوقع فوز اليوفنتوس طبعًا على نادي العين. تمام، دي كل التوقعات بتاع المباراة النهارده تمام. خبر رابع معانا النهارده في أحد الأندية الأمريكانية مهتمة بالتعاقد مع وسام أبو علي. بس ما فيش أي اتصالات حصلت ولا أي عروض اتقدمت رسميًا للنادي الأهلي، ولا أي اتصالات ولا أي عروض. النادي الأهلي مأجل الكلام في بيع وسام أبو علي حاليًا بعد نهاية كأس العالم للأندية تمام. بعد نهاية كأس العالم للأندية النادي الأهلي هيبدأ يدرس العروض المقدمة لوسام أبو علي حاليًا.